14 أكتوبر 2022 لولا دافيي كتخرج من المدرسة كل عشية وكترجع للدار على رجليها بوحدها، لأنها ساكنة في لو 19 أغونديسمون في باريس في فرنسا، وليكول ما بعيداش بزاف على الدار. والديها جوان وديلفين اللي هما لي غارديان ديال العمارة اللي ساكنين فيها، داك الجمعة ديال لو 14 كانوا كيتسناوها ترجع من ليكول باش انهم يسافروا الويكاند. المشكل هو ان لولا تعطلت عليهم بزاف، وماشي من العاده ديالها انها تعطل، داكشي اللي خلاهم انهم يتخلعوا بزاف عليها. غير شي ساعات من بعد في نفس الليله غادي تلقى لو كور ديال لولا فواحد لا فاليز مقتوله، دازوا عليها دي تروك اتروس، ولي كاميرا دو سورفيونس كيبينوا لنا بان لا سسبكت مرا. بداو القصه ديالنا. القصه ديالنا هاد النهار صدمت فرنسا. لا غو اللي وقعت فيها القصه ديالنا سميتها لا غو مانن. فهاد لا غو ساكن جوان وديلفين اللي قلت لكم هما لي غارديان ديال العماره، غارديان ديال لي مبل. سي تو سامبلومون بحال العساس عندنا في المغرب، كيمشيو عندهم الناس اللي عندهم شي سؤال، بغاو شي معلومه، تلف لهم شي ساروت، خصهم شي حاجه، بغيف العساس. جوان دافي اللي كانت عنده 47 عام في وقت هاد القصه كيعين بنته ترجع من ليكول، بقى كيقول فراسو ما علاش عطلت لولا واخا عندها 12 عام. لولا المدرسه ديالها بعيده ب 500 متر على الدار، كدير قل من 5 دقائق باش انها توصل من ليكول للدار. سو كيفي باباها خرج يقلب عليها، كيشوف في الطريق، كيسول الناس ما شفتوش البنيته، وصلت ليكول كيقول لهم واش ما شفتوش لولا. قالوا له ليكول بان افكتيفمون لولا جات للمدرسه هذا النهار، دوزات ليكول ديالها عاديه وخرجت في العشيه باش ترجع. تماما بدات كتخلع عليها لانها عقله مزيان انها علمات لولا انهم مسافرين داك الجمعه. داكشي علاش امبوسيبل لولا تكون دازت عند شي صاحبتها ولا مشات تشري شي حاجه ولا تعطل عليهم هكا بدون سبب. فاش دازت ساعه على التعطيله ديال لولا، والديها قرروا انهم يمشيو للبوليس نيشان. فاش مشاو عند البوليس بقاو كيقولوا لهم يمكن راها عند شي صاحبتها، يمكن مشات تجيب شي حاجه ومازال ما رجعات. ما بداوش التحقيق بالزربه. مي باباها حيت هو لو غارديان ديال ليموبل تفكر بان يمكن له يتفرج في لي فيديو دو سورفيونس. قال فراسو علاش لا، يمكن تكون شي انديس، شي حاجه تبين فين لولا مشات. والحاجه اللي صدماتو هي ان مع 15:20 الوقت اللي مولفه لولا كتجي فيه، سي فري انها جات حلات الباب العماره ودخلات، ولكن ما كانتش بوحدها، كانت معاها واحد المراه اون جون فام في العشرينات دخلات معاها. باباها قال صافي اذن راها مع هاد البنت وحنا تخلعنا على والو. بقى كيتفرج في لا فيديو كتر وكتر وكتر حتى سالا العشيه. والحاجه اللي لاحظ هي ان لولا ما عمرها ما رجعت بانت في الفيديو عاوتاني، الحاجه اللي كتبين ان لولا باقا في العماره. باباها ما عرف شكون هي البنت اللي كانت في لي زيماج، ولكن ماماها قبطت ديك لا فيديو حطتها في فيسبوك وبقات كتغوبوستي عافاكم عاونوني نلقى بنتي، راها شنو راه شفناها دخلت هي وهاد البنت ومورها ما رجعناش شفناها. فهاد الوقيته ديال القصه والديها قالوا بان كان عندهم امل كبير انهم يلقاو لولا، لانهم شافوها دخلت للعماره مع ديك البنت وبقاو كيقولوا يمكن سي ان اونليفمون، يمكن خطفوها غادي نلقاوها. وسورتو ان الناس جاوبوا معاهم مزيان كلشي كان كيغوبوستي، كلشي كان كيعاونهم انهم يلقاو لولا في داك الوقت. لولا عندها جوج ديال لي فخير كبر منها، جوردان وتيبو، كانوا عايشين في بيتون. والديها فاش لقاو هاد لو بوست انهم يجيو يخدموا كغارديان في هاد العماره قرروا انهم يجيو لباريس. الناس كانوا كيقولوا بان لولا بنيته عاديه، كانت في ليكول ماشي هي الاولى ماشي هي الاخرى، كانوا عندها صحابها، كانت عندها طفوله عاديه. الحاجه اللي كانت كتعجب لولا بزاف هي لا جيم، كانوا عندها بزاف ديال لي ميداي وميم قدات انها تولي شامبيون دو فرانس في لا كاتيجوري ديالها. بنيته ظريفه وزوينه اللي كان عندها مستقبل كبير 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 بزاف، لقات راسها في هاد لا تراجيدي. نرجعوا دابا لي كاميرا دو سورفيونس، والحاجه اللي لاحظنا هي ان لولا ملي كتدخل مع ديك البنت للعماره لولا ما كترجعش تخرج. ولكن البوليس لاحظوا انه واخا لولا ما رجعتش بانت، هذيك البنت اللي معاها رجعت بانت، وميم انها هازه بزاف ديال السكان معاها وواحد لافاليز ثقيله. فاش البوليس لاحظوا هادشي قرروا انهم يقلبوا العماره كامله، وفاش غادي يوصلوا للسوسول غادي يلقاو شي حاجات ماشي في بلاصتهم، بحال بزاف ديال السكوتش كوتر، وبقاو كيقولوا واقيلا هذا سي ان اونليفمون، واقيلا ديك البنت خطفات لولا. نمشيو دابا لواحد البلاصه ما بعيداش بزاف على العماره، واحد البلاصه كينعس فيها واحد الاس دي اف. داك الاس دي اف قال بان هذيك الليله بغى يمشي ينعس في بلاصتو، ولكن لقى واحد لافاليز. داك الاس دي اف كان ما فحالوش وقرر انه يشوف شنو كاين في ديك لافاليز، يمكن شي حاجه اللي قد يستعملها. قال بان داك لافاليز كانت مشدوده مزيان، ما قدش يحلها كامله،
ولكن قال بانه فاش حاول يحلها شم الريحه ديال جافيل بزاف 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 لدرجه انه حرقاتو في نيفو وبانت له وحس بان تما كاينه شي حاجه اللي خص ضروري البوليس يجي يشوفوه. الوغ قرر يعيط للبوليس. افكتيفمون البوليس ما كانوش بعادين بزاف لانه كانوا جوج في العماره اللي حدا ديك البلاصه. فجاو عندك الاس دي اف قرروا انهم يحلوا لافاليس في البلاصه. فاش حلوها لقاو لو كور ديال لولا مسكينه. بقاو كيقولوا في راسهم ما يمكنش هاد البنيته يلاه حنا كنقلبوا عليها كلشي كيقول راه هادي تكون باقا حيه الا ايتي انلفي. ولكن سي فري كو هذاك لو كور ديال لولا في ديك لافاليز بنيته ديال 12 عام. الطبيب اللي داولو لو كور ديال لولا قال بان لو كور ديالها كان في واحد الحاله اللي صادمه بزاف لانها كانت مضروبه 38 ضربه بالموس في لو كور ديالها من القدام ومن اللور. كانوا رجليها رجل مكتوبه فيها 0 ورجل مكتوبه فيها 1 مكتوبه من التحت مكتوبه بالصباغه ديال الضفار. نيفها وفمها كانوا مشدودين مزيان بالسكوتش وهذه هي الحاجه اللي قتلاتها ماشي داك الطعنات ماتت اسفيكسي. والطبيب لاحظ بان حتى لي بارتي انتيم ديال لولا حتى هما كانوا مضروبين بالموس. دونك لي تعدى على لولا تعدى عليها بجميع الطريقات اللي يطيحوا لكم على بالكم بلا ما نقول شنو هما راهم باينين. البوليس قالوا شنو وقع لوالديها العالم ديالهم انهار. ولكن دابا باقي لهم خصهم يلقاو شكون اللي دار هاد الشيء في لولا. الانديس الوحيد اللي عند البوليس داك الوقت هي ديك لا فيديو سورفيون. دونك هي علاش غادي يبداو الخدمه ديالهم. كيلقاو كيقلت لكم في الاول بان لولا رجعت في الوقت ديالها ديال ديما وخا الفيديو سورفيونس ما فيهاش الاوديو ولكن كيبان في لا فيديو بان لولا وديك البنت تهادروا قالوا شي حاجه ما بعدياتهم ودخلوا. كادوز ساعه و20 دقيقه بالضبط على فاش دخلوا. من بعد ديك الساعه و20 دقيقه كتبان ديك البنت عاوتاني كيقلت لكم قبيله هازه بزاف ديال السيكان ومعها واحد لافاليز كبيره كتخرج. مامين لولا تكونسونطرات بزاف على داك لي زيماج وهي طاح لها على راسها. هاد البنت واش ما تكونش اخت فريه؟ تفكرت انها فايت شايفه هاد البنت في ليموبل ما كتسكنش معاهم ولكن كتجي بعض المرات عند اختها فريه اللي ساكنه في داك العماره معاهم. البوليس قالوا بانهم هاد القصه كانت صدماتهم بزاف لان داكشي اللي كيبان دايز على لولا ما توقعوش ان تكون دايره مرا لان لي كريم دو كاركتير سيكسويل معروفين في العالم ان الرجال لي كريمينال بسيكوبات رجال اللي كيديروا هاد النوع ديال لي كريم. ولكن في هاد الكيس لا سوسبكت مرا ومرا صغيره. البوليس مشاو طاروا عند فريه يسولوها على اختها فراها وراو هذيك التصويره قالوا واش كتعرفي هاد المراه؟ قالت لهم هذه اختي دابيا عندها 24 عام. شكون هي دابيا بن كيرد؟ دابيا بن كيرد اللي قلت لكم واحد البنت ديال 24 عام الا اس دي اف سون دوميسيل فيكس ما عندهاش فين تعيش. بعض المرات كتجي تسكواتي عند اختها فريه قالت افيكتيفمون دابيا كانت عندي البارح خليت لها الدار لان ما كانش عندها فين تبات. نتعمقوا شي شويه فكتر على دابيا بن كيرد. دابيا اصلها جزائري تولدت في الجزائر. باباها كان كيسوق الطوبيس وماماها فام او فوايي. لا فامي بن كيرد على ما شنو لقيت عليهم ما كانوش لاباس عليهم وما كانوش فقيرين كانوا عائله عاديه كانوا عايشين في واحد لابارتمون صغير. من الحاجه اللي قالت دابيا هي ان لونفونس ديالها كان شويه صعيبه كانت ديما عايشه في الخوف. باباها كان صعيب بزاف كان كيتعصب دغيا وكان كيضربهم هي واختها وماماها. في 2014 ماماها قررت انها تهرب لفرنسا. فاش مشات لفرنسا خلات بناتها بثلاثه مره كانوا كيبقاو عند خوالاتهم مره عند عماماتهم مهم قالوا دوزوا الجحيم في ذاك الوقت. قالت دابيا بان في ذاك الوقت عداو عليها بزاف ديال الناس ولكن ما عطاش الاسماء ديالهم. واش هاد الشيء بصح؟ لي زونكيتور قالوا بان ما عرفوش واش يتيقوها ولا لا لان ما كاينينش دي بروف اون ميم طون تقد تكون انها بصح كانت ضحيه في ذاك الوقت لانها كانت اون انفون. في 2016 حتى دارت 18 عام عاد كتاب لدابيا انها تمشي تلحق ماماها واختها. قالت بان حياتها بدات كتقاد شويه بشويه ولكن كل ما كتلقى شي خدمه اما كيجريو عليها اما ما كتقدش تبقى تما. مهم حياتها المهنيه كان شي شويه صعيبه. في 2019 ادي يموت باباها في الجيري وفي نفس العام غادي تبدا تبان في الفيشيه ديال البوليس. علاش؟ حيت واحد النهار قررت تمشي لواحد الكابيني ميديكال عند شي طبيبه وفي الاخر فاش قالوا لها خصك تخلصي ما بغاتش تخلص وكاع دابزات باليدين مع ديك لا سكرتير اللي كانت تما. غادي نحاول نحط لكم الفيديو الا لقيتها.
هنا بدات كتبان بان دابيا الي دو بلوز ان بلو اغريسيف، لومور ديالها كتبدل، المود ديالها كيتبدل، كتعصب دغيا. وقالوا الناس اللي كيعرفوها بان شي مرات ديجا شافوها كتهضر غير مع راسها. والحقيقه كانت بان دابيا طاحت في لا بارانويا، كانت مقتنعه بان شي ناس كانوا تابعينها لدرجه انها ما بقات ليه كتغسل، ما بقاش كتعتني براسها، ولات عايشه في ديك لوبسيسيون ديال شي حد تابعها باغي يأذيها. في 2022 تلاقت واحد الراجل اللي سميتو مصطفى، تصاحبات مع مصطفى، ولكن مصطفى قال بانها لاحظ انها الي با نورمال، بان شويه ماشي هي هذيك، وقرر انه يتفارق منها. دابيا حياته كلها بدات كتنهار، والمشكل الكبير هي ان ما عندهاش شي حد اللي تعول عليه، ما عندهاش فين تسكن، وما كتقد تخدم في حتى بلاصه بلا ما يجريو عليها. انتم دابا عرفتوا شكون هي دابيا، واحد المراه اللي شي شويه ماشي هي هذيك في دماغها، اللي واقع لها بزاف ديال المشاكل، واحد المراه اللي بغيزي ايزولي انستابل، واكفس حاجه هي انها فيولونت. نرجعوا للتحقيق ديالنا. البوليس حاولوا يتبعوا دابيا فين مشات مني خرجت من العماره، بقاو كيقلبوا على الكاميرات اللي في الزنقه واش كاينه شي كاميرا كتبين فين دازت، ولقاو بان واحد الكاميرا كتبين دابيا خارجه من العماره بلا فاليز ديالها، كتلقى واحد الكاميونور، واحد المول الكاميون. قال من بعد بانها سولاتو واش قد دير لا فاليز ديالها عنده ويوصلها لشي بلاصه، وقال لها لا. قدو يلقاو لو كوندكتور واللي سميتو رشيد كونفيرما كاع داكشي اللي بان في الفيديو، وقال لهم انا كنعرف هاد المراه سميتها دابيا، وميم اني خليتها تبات عندي في الدار لانها سولتني واش ندير شي بلاصه بلا فاليز ديالها، وانا ما كانش يمكن لي نديها. الوغ بقات فيا وديتها للدار باش انها تبات معايا وما تبقاش في الزنقه. بوليس بقاو كيحاولوا يلقاو اللوكاليزاسيون ديالها، وافيكتيفمون غراس للتليفون ديالها قدوا يلوكاليزيوها، وعرفوا بانها عند واحد لامي ديال الطفوله ديالها سميتو امين. سو كي في الغدا من الموت ديال لولا، الليله اللي لقاو لو كور ديالها في 14 اكتوبر، لو 15 مشاو لدار امين ولقاو دابيا تما. فاش البوليس قبطوها في الاول وداوها للكوميساريه بقات موعت، ما قالت حتى كلمه. وفاش كانوا كيوريوها التصاور ديال لولا وكيقولوا كيحاولوا يجبدوا منها الهضره، قالوا البوليس بانهم واخا كانوا كيوريوها داك التصاور صادمين ديال لولا عريانه ودم، ومهم تصاور كيصدموا، قالوا بانها كانت تري تري كالم، وبانها ما دارت حتى رد الفعل، كانت كتشوف داك التصاور اللي كيعطيوها وما كتقول والو. في لا 4 اوديسيون ديالها فاش كانوا عاوتاني كيوريوها داك التصاور، ضحكات معاهم، ضحكات مع البوليس وقالت لهم جيبوا لي تصاور اخرين. البوليس تصدموا، ولكن قالوا مني هضرات ومني قالت شي حاجه دونك نمشيو معاها في هذا الخط، وجابوا لها تصاور اخرين ديال لا سين دو كريم ديال لولا. فاش شافت داك التصاور بدات كتضحك وقالت لهم انا عاود لكم شنو وقع. قالت لهم البارح لقيت لولا، قلت لها جي معايا للدار ديال اختي واش تقدي تعاونيني نهز شي حاجه. مشات معاها لولا، قالت اون فوا كو لولا دخلت للدار شدات عليها زات عليها موس وقالت لها سيري دوشي. فاش سالت لا دوش ديالها وخرجات، دابيا قالت بانها هزات مقص وقتلاتها، حاولت تقتلها لان لولا ما ماتتش بداك الدقات ديال المقص والكوتر. لولا ماتت من بعد ما دارت لها السكوتش على فمها وعلى نيفها. بقات ساكته، بقات دابيا ساكته واحد شويه، كيعينوها البوليس انها تكمل تقول لهم علاش كيفاش، تزيد تعطيهم دي ديتاي، ولكن قالت لهم واحد الحاجه اللي صدماتهم. قالت لهم هادشي كامل اللي عاودت لكم سي ان كوشمار، واحد الكابوس درتو. البوليس بقى كيقول لا 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 شوفي التصاور هادشي اللي كتعاودي راه بصح وقع. قالت لهم لا انا هادشي كامل حلمته وما فهمتش منين جبتو هاد التصاور، وانا عارفه راسي هاد الكوشمار داز. المهم بدات كتخربق عليهم في الهضره. بقاو البوليس كيسولوها بزاف ديال الاسئله، بدات كتقول لهم انا جيتي اون كولير، كنت معصبه ضد ماماين لولا اللي ما بغاتش تعطيني واحد الباس ديال لاسانسور، سو كيفي قلت صافي غادي بغيت نخرج الاعصاب ديالي فيها ولا في بنتها ولا في راجلها، ومن الزهر ديالي تلاقيت لولا في الطريق وقلت هي اللي نبرد فيها غدا يدي هذا النهار. ولكن البوليس كانوا حاسين بان هاد الهضره اللي كتقول لهم ديال كنت معصبه ضد ماماها حتى هي كذبه بحال القضيه ديال هادشي ما وقعش، انا هي كنت كنحلم. البوليس جبدوا لو دوسيي ديال دابيا باش يعرفوا شكون هي، واكتشفوا بانها البرون بزاف ديال لي دروغ.
انها كتدروغا، ما عرفوش واش لا دروغ هي لا كوز، واش لا دروغ هي اللي رجعتها هكا بارانويا مريضه ومعصبه، ولا تو سامبلومون هي هكاك مرضت زعما هكا من عند الله، زعما ماشي لا دروغ هما اللي خلاوها انها تولي مريضه. لا فيرسيون الاخرى اللي عطاتهم دابيا واللي البوليس كيقولوا هي لا فيرسيون الحقيقيه، قالت بانها داك النهار ديال لو 14 كان نهار عادي، كانت دابيا باتت عند اختها ما كانش في الدار، وكانت كتكمي شي جوانات، مشات دارت شي حاجه، فاش جات طلعت لقات لولا، تعصبات بزاف لان لولا بنيتها صغيره وزوينه وكانت هازه الكارطابل ديالها وراجعه من المدرسه، بين انها عايشه حياه زوينه وتفكرت بانها هي حياتها ما عمرها ما كانت زوينه، ديما حياتها كانت عذاب من صغرها حتى لكبرها، وقالت بان احساس بان الحياه انفير، الحياه ما فيهاش العداله، علاش هاد البنت عايشه كاع داكشي اللي انا اللي كانت دابيه باغا تعيش وهي حياتها جحيم. داكشي علاش قالت بانها في ديك اللحظه قررت انها غادي تادي لولا. وهنا فاش دابيه هضرات معاها وقالت لها لولا عافاك واش تقدي تعاونيني نهز شي تخربيق في الدار، وفاش مشات معاها قالت لها دوشي، الا مناسي بان كوتر، قالت لها سيري دوشي، فاش دوشات خرجات وقتلاتها. وقع داكشي اللي راه في راسكم. ما عنديش لي ديتاي بزاف على القضيه ديال كيفاش عدات عليها جنسيا، لانها تو سامبلومون ما هضراتش عليها، واخا البوليس لقاو الاثار بانها تعدات عليها، هي ما بغاتش وما عمرها ما هضرات في هاد زعما في هاد الاتجاه. دونك الحاجات اللي اعترفت بهم هما هادو اللي قلت لكم دابا، بانها البنيته مشات دوشات وفاش خرجات الا اتاكي. هاد الجحيم كامل اللي داز على لولا وقع في ساعه واحده، ما بين ما انها طلقاتها، ما بين طلعتها، ما بين قتلاتها، ساعه واحده. فاش سالات ودارتها في لافاليز وخرجات، ما مشاتش نيشان عند امين ولقاوها البوليس ونانانا، لا مشات لواحد لو بار، واحد البار، وطلقت فيه واحد الكليان راندوم بيرسون سميتو كريم. وكريم قال بانها كانت دابيه في شكل، قالت له واش تبغي تشري عندي كلوه، واش تبغي شي كلوه هي عندي دابا، وبدات كتوريه لا فاليز. قال هو مهم انا تخلعت وما طاحتلوش كاع على بالو ان تما يكون شي كور ولا، مهم بانت له البنت في شكل وباينه ماشي هي ديك في دماغها، مشاو خلاها. ودايوغ كاين لي زيماج ديال لي سورفيونس عندهم هاد اللقطه، دونك الا قديت تلقى لا فيديو غادي نحطها بيان سور. بقات شي شويه جالسه في داك الباغ مع بلا فاليز ديالها، وعاد قررت تمشي، وهي فاش تلاقات داك لو كوندكتور ومشات تبات عنده، والبوليس شدوها لغدا. دابا البوليس فاش قبطوا دابيه وعطاتهم لي زافو ديالها وتا هما بانت لهم ماشي هي ديك في دماغها، elle a été placée في واحد l'unité ديال les maladies difficiles ديال l'hôpital psychiatrique. و ce qui est choquant هي ان الاطباء قالوا elle est pas schizophrène et elle a pas de paranoïa في le sens médical. قرروا بانها خصها تحاكم كإنسانه عاديه، واخا elle était paranoïaque وكيعاودوا عليها الناس داكشي كامل، ولكن au sens médical قالوا بانها خصها تحاكم بحال شي مرة عاديه. قالت بانها elle regrette ce qu'elle a fait، بانها ندمات، ولكن الناس كيقولوا بان الصوت ديالها ما كان كيتسمع فيه حتى غوغري، كانت كتهضر بارده. 17 اكتوبر 2025، 3 سنين بعد الموت ديال لولا، قدو خوت لولا وماماها يهضروا مع دابيه ديريكتومون، قالوا لها حرام عليك، واش تقدري تعطينا بعدا هي الحقيقه، علاش درتي هذا الشيء، علاش كتبتي صفر واحد تحت رجليها، واش كانتي لا فيكتيم ديالك الاولى، واش هادشي فيه الشعوذه، لان كاين بزاف ديال لي تيوري اون لين، علاش كتبات صفر واحد، واش اما كانت كتحاول دير شي ريتوال، واش كانت كتقول هذا الكريم ديالي الاول. المهم خوتها طلبوا من دابيه دي ريبونس، علاش زعما علاش قتلتي ختنا. و il s'est avéré que باباين لولا مسكين مات. الموت ديال بنته خلاتو انه يرجع الكوليك، هو اصلا كان الكوليك وكان حبس الشراب، ولكن ملي ماتت بنته رجع للالكول وهادشي اللي قتلو، مات بسكسه قلبيه. المحاكمه ديالها كانت طويله بزاف، لانها كل مره شنو كانت كتزيد، كل مره شنو كانت كتحيد من الاقوال ديالها، ولكن في الاخر تحكم عليها بيربيتويتي انكومبريسيبل. وفي الاخر كانت دابيه بن كيرد هي اول مره في فرنسا غادي يعطيوها بيربيتويتي انكومبريسيبل. دونك دابيه غادي تدوز حياتها كامله في الحبس. هاد لافير ديال لولا كانت صدمات فرنسا بزاف، وسورتو ان القاتله مرة جزائريه. هادشي كنوض واحد لي ديبا كبار بزاف في انترنت، سورتو في تويتر، كلشي كان كيهضر هضره ولات على لي زيميغري، ومهم الموضوع كان تخلط بزاف. ولكن الحاجه اللي ما تهضرش عليها هي لا ديفايونس ديال لو سيستيم، هي ان كون دابيه تشدات شحال هادي، فاش كانت حمقى، فاش كانت اس دي اف، فاش كانوا بزاف ديال الحوايج كيبينوا بان
هاد المراه كانت خاصها المساعده ولا كاع الحبس، ولا كي قلت لكم راها كانوا عارفين هاد الناس اوتور ديال انها اون اس دي اف دونجوروز، واخا هكاك حتى حد ما دار حتى حاجه، وهذا الشيء اللي خلى اون انوسونت صغيره ديال 12 عام انها تموت بطريقه قبيحه بزاف. هذه هي القصه ديالي هذا النهار، نشوفكم مره اخرى.